يلا بينا يا حلوين، مش هتصدقوا بقى النهارده هنعمل المخ بطريقه حلوه قوي. هنعمل شويه مخ احلى من اللي بنجيبهم من بره. انا سالت عليه في محلات الكبده والمخ، وعايزه اقول لكم يعني من الحاجات المبالغ في سعرها. هنعمله في البيت كده، واعمليه بقى جنب شويه طحينه، طعمه تحفه كده. واعمليه سندوتشات سلطه خضراء احلى بكتير من اللي بنجيبه جاهز. يلا بينا على طول نسمي الله واقول لك الطريقه اللي انا بعمله بيها. انا هعمل جنبه شويه مكرونه بصلصه، وممكن تعملي جنبه الطحينه والسلطه بس. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. يلا ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسلق طبعا المخ بتاعنا. انا حضرت ميه سخنه. اول ما الميه ابتدت تغلي، نزلت عليها كده بكام فص من الحبهان وكمان ورق لورا، وهنزل كده بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، بسيطه خالص كده، اقل كمان من نص معلقه. وبعدين هنزل بقى بالمخ بتاعنا، شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هسيبه يعني من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده، وما بياخدش وقت خالص. اول بس ما هيغلي كده غلوه واتنين، هبتدي اطلعه على طول. انا محضره جنبي ميه ساقعه، وهنزل فيها كده مكعبات تلج عشان توقفي بقى عمليه التسويه بتاعته خالص. احنا مش عايزينه يتهري منك. اول ما تخرجيه هتنزليه في الميه الساقعه اللي جنبك على طول. بس هتسيبيه يعني 30 ثانيه دقيقه بالكتير، وبعدين هتبتدي بقى تشطفيه كده في الميه الساقعه وتطلعيه. هو كده خلاص وقفت عمليه التسويه بتاعته. هتقطعيه بقى مكعبات صغيره او شرايح، يعني زي ما تحبي. بس هنقطعه بقى بالشكل ده، تحفه وسهل معاكي جدا في التقطيع. وعمليه السلق دي خليته كمان مش طري معاكي، يعني هي خليته متماسك، تعرفي تتحكمي في تقطيعته. طبعا ممكن تقطعيه اصغر من كده، قطعيه. يعني عمل كميه كويسه جدا بصراحه، بالنسبه يعني سعره لا احسن من بره بكتير. الناس اللي بتحبه يعني هتحب الوصفه دي قوي، سهله وبسيطه، وكمان طعمه يعني افضل من اللي بنجيبه من بره. يعني انت ضمناه عاملاه في البيت. هحضر جنبي بيضتين، وهنزل عليهم كده برشه من الفلفل الاسود، وهنزل عليها برشه من القرفه، وهتديكي الطعم في حته تانية خالص. رشه بسيطه ورشه بسيطه من الملح. وبعدين بحضر بقى دقيق جنبي، والدقيق ده كوبايه من الدقيق هنزل عليهم بكيسين من الفيجيتار الحار. ما تقلقيش، الوصفه مش هتبقى سبايسي خالص يعني. ممكن تستخدمي فيجيتار عادي، نص كوبايه على كوبايه الدقيق، وهتعمل لك الكميه كلها وهيتبقى منها كمان. بحط بقى كده المخ بتاعي في قلب البيض بالتتبيله الجميله دي، وبعدين بخرجه بصفيه كويس، وبخرجه وبحطه في الدقيق زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ابتدي بقى غطسيه بقى كده حلو في الدقيق، ولو عايزه الطبقه تبقى اكتر، رجعيه تاني في البيض ودخليه في الدقيق. بس انا بالنسبه لي استكفيت بالطبقه دي. اول ما الزيت يسخن معاكي، ما يسخنش قوي عشان ما ياخدش لون بسرعه، درجه حراره الزيت يعني كانت دافيه كده متوسطه، وابتديت انزل بالمخ. مفيش يعني 3 4 دقايق وابتدى ياخد اللون الجميل ده. شايفين شكله حلو ازاي؟ حضرت جنب شويه سلطه طحينه وشويه سلطه خضراء، وعملت كمان شويه مكرونه كده بالصلصه. بصراحه يعني كان حلو قوي. شايفين شكله حلو ازاي؟ حطيه بقى عليه الطحينه، وشايفه من جوه ومقرمش بقى من بره. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربوه. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ومش مشتركه في قناتي، هستنيكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو عشان القناه تكبر بيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شايفين شكل المكرونه؟ بصراحه كانت طعمها حلو قوي مع المخ. جربوه. تقدري تعملي جنبه شويه رز ابيض، او تسيبيه بس كده في السندوتشات مع السلطه والطحينه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.